السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة واحسن حال. قبل اي حاجة خالص، قبل ما نبدأ الفيديو ده كده كله يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي تشوفوا الفيديو. وحشتوني وحشتوني من داخل مصر ومن خارج مصر، كلكم حبايبي وكلكم على راسي من فوق. النهاردة بقى كده حبايب قلب الفيديو بتاعنا كده. طبعا جمعة مباركة عليكم. اول حاجة بقى كده عملتها النهاردة، طبعا دخلت على المطبخ اعمل فطار بقى كده. طبعا اول حاجة عملتها كان عندنا معمر، من اللي انا كنت عاملاه معاكم برضو. كان في شوية معمر كده، فقلنا بصراحة كان طعمه جميل وما ينفعش خسارة ان هو يترمى اصلا، فقلنا بقى ايه، نهينهم كده. وبعدين قلت لا، انا لازم بقى كده اسخنهم معاكم، واللي هيعوز ياكل بقى كده معمر ياكل، وشو هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. طبعا عملت المعمر، فكيته كده من بعضه، وبعدين بقى كده ايه، حطيته في الفرن. ولعت الفرن عليه، حطيته في الفرن ايه، اسخنه في الفرن. بعدين بقى كده جيت طلعت على البوتاجاز بقى كده ايه، جبت طماطميتين تلاتة حلوين كده، وبعدين ضربتهم في الكبة وعليهم فلفلتين برضو. وجبت كده طاسة وحطيت فيها كده ايه تومتين كده، سبت التوم برضو ايه ياخد يصفر كده ياخد لون. وبعدين نزلت بقى كده ايه بالفلفل والطماطم اللي انا عاملاه، وبعدين البهارات، بهارات مشكلة ورشة ملح، وقلبتهم كده مع بعضهم. وبعدين بقى كده ايه أمولة، سبتهم بقى كده ايه مع بعض. طبعا بقى كده هتعملي ايه أمولة؟ هنعمل بتنجان بطماطم، ولا احلى من كده ولا اطعم من كده. طبعا بقى كده حبايب قلبي، عبل ما قلت بقى كده ايه اسيب الطماطم والفلفل كده مع بعض على النار شويه كده مع بعض. اعمل بقى ايه البطاطس. قلت كده اقشر بطاطسيتين حلوين، قلت مش هكتر برضو علشان ايه، ما تفتش وكده وتترمى، خساره برضو يعني البطاطس غاليه. طبعا بقى كده حبايب قلبي قطعت كده بطاطسيتين زي ما انتوا شايفين. وقشرتهم الاول، بعدين قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين صوابع، وبعدين هنقليهم مع بعض. طبعا بقى كده حبايب قلبي، يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، ولو عجبكم بقى كده اللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه كده وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد كده ان شاء الله بنعمله وهنعمله. ودايما كده لازم نبقى مع بعض دايما وفي ظهر بعض. تمام تمام يا امول. طبعا بقى كده، يا رب كده دايما نكون دايما معاكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم كده، وما تحرمش منكم ابدا ابدا. هنا بقى كده حبايب قلبي، طبعا البرنجان ده مشوي. طبعا ماما فادية كل ما بتطلع كده تشوي سمك على السطح لازم بقى كده ايه تمشي إيه تشوي بتنجانتين كده، هي ايه معاها كده وهي بتشوي السمك. بصراحة بالطماطم بقى ولا احلى من كده. طبعا بقى كده ايه، حطيتهم بقى كده زي ما انتوا شايفين، على التسبيكة بتاعتي اللي انا عملتها للبتنجان. شايفين بقى الحلاوة والجمال، قلبتهم بقى كده كلهم في بعض، وبعدين بقى كده ايه نقلتهم على العين التانية، ووطيت عليها، ونشوف بقى كده ايه العين دي هنعمل عليها ايه تاني. طبعا مبدئيا كده عملت ايه، جبت حلة وحطيت فيها مية الاول كده، وطبعا جبت الطاسة دي وحطيت فيها زيت. وبعدين طبعا هنقلي البطاطس، وهنعمل بقى كده ايه بالمية اللي هناك دي. طبعا انا مش متوفر عندي شوربة. تمام. هنعمل ملوخية يا جماعة. بصوا، اجت على بالي كده قلت لا انا لازم اعمل كده على الفطار الجميل ده ملوخية. بصوا بعشقها يا جماعة، الملوخية دي عشق اصلا، بحبها قوي. بس اولا كده قلت عبل ما المية تسخن كده اعمل ايه، احط البطاطس. كان الزيت سخن يعني، قلت احط البطاطس. وبعدين كانت المية سخنت، جبت بقى كده 2 مرقة دجاج. لو مش متوفر عندي شوربة اجيب بقى كده مرقتين دجاج واعمل بيهم شوربة، بيبقوا حلوين برضو، بيبقوا جمال ومفيش فرق بينهم في الملوخية، بيبقوا حلوين قوي قوي يعني بصراحة. فهي جت على بالي كده قلت لا لازم نعملها كده. وحتى طبعا الجيش بيقولك اتصرف يعني. طبعا بقى كده فضلت اقلبهم لحد ما ايه المرقه دابت في الميه كده. وبعدين برضو قلت ازودها كده ايه رشه بهارات مشكله على رشه ملح كده، عشان كده كل حاجه تبقى ايه زي الفل كده ومظبوطه.
طبعا بقى والله عاوزه اقول لكم ان الاكل كان طعمه تحفه يعني بصراحه. انا حطيت رشه ملح صغيره لان كان المرقه طبعا فيها ملح، فانا مش عاوزه ايه املحها اكتر يعني وتكون مظبوطه يعني. وهنا بقى كده كانت الميه غلت، وايد بتصب كده الملوخيه، وايد بتقلب كده عشان ما تبعبلش معانا وكده يعني. فطبعا بقى كده حبايب قلبي قلبتها كده كويس زي ما انتم شايفين. شايفين اموله بقى كده يا جماعه وشطارتها. يا رب كده حبايب قلب الفيديو بتاعنا النهارده كده يعجبكم، ولو عجبكم شجعوا اموله كتير كتير قوي. وشايفين بقى الملوخيه بتاعتنا بتعمل ازاي، يعني مطاطه. شكلها حلو قوي والله يا جماعه، وكان طعمها تحفه جدا يعني بصراحه. والكل اتبسط منها بصراحه يعني. طبعا بقى كده قلت اقلب البطاطس تقليبه حلوه كده، وبعدين بقى كده حبايب قلبي اعمل ايه تاني، احطها في طبق. وطبعا طبعا بقى كده ايه نشوف هنعمل ايه تاني. البتنجان بتاعنا برضو كان خلاص يعني ايه، طفيت عليه. وكان قلت ادي كده للملوخية غلوة صغيرة كده كده إيه مع ايه يا امولة. طبعا هعمل لها الطشة بتاعتها بقى كده. الطشة وبصوا ما تحلاش غير بالطشة يا جماعة، الطشة دي الكل في الكل. طبعا توم برضو ايه، معلقة توم كده زي ما انتم شايفين. وقلبتها كده ايه، فضلت اقلب اقلب اقلب. طبعا خليها تاخد لون بس كده، يدوبك تاخد لون. واقوم مطفيه عليها واحط كده اطشها على الملوخيه. يا سلام على طشتك يا اموله كده بالملوخيه. طبعا بقى كده حبايب قلبي فضلت اقلب فيها علشان ايه لو سيت عليها ممكن ان هي تتحرق مني. شايفين بقى. طبعا بقى كده نزلت بقى كده بالطش على الملوخية. وبعدين قلبتها كده تقليبة حلوة برضو كده زي ما انت شايفين. وطبعا اديتها غلوة واحدة بس كده، وقمت مطفية عليها ونغرف بقى يا معلم. اغرفي يا أمولة، كل حاجة بقى كده عملتيها غرفيها، وبقى احلى فطار في الدنيا. اتفضلوا معانا يا جماعة. غرفت البتنجان طبعا كده معاكم زي ما انتم شايفين. شايفين بقى الجمال والحلاوة، كان طعمه تحفة والله يا جماعة. عاوز اقول لكم ان اكتر حاجة اكلت منها على الفطار البتنجان والملوخية، يعني هما دول عيش يعني بصراحة، البتنجان بطماطم والملوخية بحبهم قوي. وطبعا بس كده حبايب قلبي خلاص بقى كده قلت كده اغرف برضو الملوخية، بس حبيت اوريكم بقى شكلها كده وانا قاعدة بقلبها كده. والله كنت فرحانة من شكلها الحلو ده. غرفت كده طبقين زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى كده خلاص بقى كده طلعت بقى ولعت على الشاي الاول كده ووطيت عليه قبل ما نفطر. وطلعنا المعمر بقى كده حبايب قلبي. وطبعا هنا ابله اسماء كانت بتحط بقى الاكل كده. طبعا هنفطر معاكم برضو. ويومنا كده دايما زي يكون زي الفل كده، وصباحكم عسل وزي الفل واحلى مسا عليكم. طبعا بقى كده ابله اسماء تسلم ايدها حطت بقى كده الاكل على الطبليه وكده. وطبعا الكل بقى يجمع كده يا جماعه، وطبعا الاكل كان طعمه حلو. وطبعا دايما متجمعين كده يا رب. يلا بينا بقى كده نفطر. يلا بينا. قالك حبيبي ايه انبسط لما شافك. انا جبت اياها، جبت دي، جبت اللعبة دي، جبت اللعبة دي، وقعد يلعب معايا يتكلم معاك فين؟ شفت قالك الديناصور؟ ركبني موتوسيكل. ركبت. نعم يا اختك بتقول لك ما سكتش لما خاله خد له لف. انا صليت في ميت سويد، رحت البنزينة. انا واصل هنا ما كملتش حاجة، بس انا وصلت البنزينة يعني طالع من هناك، والقرآن كان بيقول وصلت ميت سويد والأذان لسه بيقول. رحت البنزينة في حته بقى من الثلاث كبار الاصطلاحات سايحه دي ما فيهاش ولا مطابق. قرأت كله يعني. بصيت لغاية التوت. عيلته كبيره، مسكت عيلته كبيره والسيسته بتاعته. أنا بقول هاجر زمان ملك طاير ان احمد يجي. تقول ما شافوش الا لما ركب الموتوسيكل ولف بيه لف. الراحة ماشي، الراحة انت سايبه ماشي. شافك وانت مروح
هتيجي بكره؟ قال له اه. ايوه التاجر انت بترقص على الجو. لا ليه جاي؟ واحمد مركز على الفنجان. انا طول عمري بحب الملوخيه. أنا كنت بحب مرة هو في عملته حد ما بيحبش مرة الملوخية؟ ده عملته في الملوخية الأردن. ده عشق. ده مرة عملته في الأردن. حطيت بدل الملح هناك حاجة اسمها شبه. يعرف الأرض. نايم كده نفس الحاجة والله كده ما خدتش بالي برضه، كنت حاطط ومقلب وسايبها وماشي. انت عارف الشبه دي؟ لغاية ما اتحط. بسمع أنا بس ما أعرفها. عارفاها؟ وانا وهايل والدنيا وكانت معمعة وكانت أربع وكل بيشوف كل العيال المصريين اللي حوالينا بقى في المغسلة اللي كانت الشبة ده إيه يا ماما؟ كان زمان بيحطوا مكان الكلوف في عمال المية دي الشبة. هي كسر نهار على أبيض. الأرض. ده احنا فضلنا 3 وكان أيام. برقوبها 3 أيام رقنا ناش. 3 أيام تبقى تشد بتملى بطنك مية قد كده. كنت أكلت منها؟ أنت مش مستحملة تاكلي، هو بق واحد وشكرا. دب البق. هو بق واحد اللي بلعتيه بيبقى سنة تقطيع. والعيال بقى حوالي. أنا كان إجي جراس مقمطة ونص كاس. كل اللي كله ياكل رز. بق اللي ما يعرفوش بقى هناك من الأردنيين، كل اللي ياكل بق يستنى اللي بعده ياكل بق عشان يقولوا الوراء. الدنيا كلها بدأت تبص نص الغاب. كانت حتة لقطة. والله يوم هموتنا على بطننا. لما كان محمود ابو صبحي معايا، كان محمود اللي عمله وانا اللي حاطط المال. يا ريتك ما حطيت كده. طبعا بقى كده حبايب قلبي خلاص فطرنا والحمد لله. قلنا بقى كده ايه، لا مش هينفع نفطر بقى كده ونسيب الاكل كده ولا ايه؟ طبعا كان فطار حلو والله، ويعني تسلم ايدي بصراحة. طبعا بقى كده ايه، قلت اغرف بقى اشيل بقى النقص الاطباق، لو الطبق فيه حاجة وكده يعني احطه في طبق تاني، انقصهم بقى كده لو الطبق فايض كده يعني. فايه قلت الم الاطباق كده كلها، وبعدين بقى كده ايه نروح نغسلهم بقى. طبعا بقى كده حبايب قلبي اللي عاوزه اقول لكم ان المعمر كان طعمه تحفه، يعني لدرجه ان هما سابوا الاكل كله وقعدوا ياكلوا معمر. بس انا بصراحه عاوزه اقول لكم ان انا اصلا ايه ما اكلتش الا زي ما قلت لكم ملوخيه وبتنجان، لان طبعا بحبهم قوي يعني. طبعا برضو عملنا الشاي وشربنا شاي بقى كده وقعدنا، والدنيا كانت حلوة أوي. بابا جمال كان باخد علاج، قلت له خلصت يا بابا جمال؟ قال لي اه خلصت. قمت واخده كيس العلاج بقى وايه، روقت الدنيا كده حوالينا. وبعدين بقى كده ايه خدت الصينية بتاعتي ودخلت على المطبخ بقى كده ايه نشوف هنعمل ايه. طبعا بقى كده حبايب قلب ما كانش فيه مواعين كتير غير المواعين بتاعه الاكل، يعني الطبقين اللي هما بتوع الفطار والكوبايتين بتوع الفطار برضو، يعني ايه حاجات بسيطة برضو كده. كانت أبلة أسماء تسلم ايدها كانت غاسلة المواعين يعني وكده، وكان المطبخ نضيف، فتسلم ايدها وربنا يخليها يا رب. حبيت بقى كده ان انا الم كل حاجة حواليا، اي كوباية بره في الصالة، اي طبق، اي كلام من ده، المه كده كله واغسله بقى كده معاكم، علشان بقى كده نكون قاعدين رايقين بقى كده طول النهار ومفيش حاجة ورانا. يا رب كده حبايب قلبي الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، ولو عجبكم شجعوا أمولة كتير كتير قوي، وما تحرمش منكم ابدا يا رب. غسلت بقى كده اول حاجه عملتها، شطفت كده الكوبايات، وبعدين غسلتها كده بالفيبه، وبعدين غسلتها شطفتها كويس كده من الصابون والمعالق بقى كده. وبعدين الاطباق بقى بصوا بحب اغسل بترتيب كده يا جماعه، يعني اول حاجه الكوبايات، وبعدين بقى كده المعالق، وبعدين الاطباق، وبعدين الحلل بقى والصواني والكلام من ده. ده ترتيبي في غسيل المواعين بصراحه، عشان احس ان كل حاجه ايه بتخف معايا كده. طبعا بقى كده ايه بحب اغسلهم كلهم ورا بعض، مش مثلا اول ما الاقي معلقه قدامي اقوم واخداها وبعدين ابتدي اغسل في طبق تاني او كده، لا انا بحب المهم كده، الم المعالق كلها كده مع بعض لوحدها واقوم غسلاها، والم الكوبايات لوحدها وكده يعني. بحس ان انا ايه بنجز في الموضوع. طبعا بقى كده ايه خلاص غسلنا الكوبايات وغسلنا المعالق، نبتدي بقى كده ايه نغسل الاطباق بتاعتنا. يا رب كده حبايب قلبي تكون دايما معاكم وتكون معانا دايما،
وطبعا كل اللي لسه ما اشتركش في قناة جمهورية احمد وامل يروح يشترك هناك بسرعة كده، ودايما كده نكون مع بعض هنا وهناك وهناك وهنا وفي كل حتة، يعني نكون دايما كده مع بعض. اهم حاجة ان انتوا كده تكونوا معانا دايما ومشرفينا وعلى راسنا من فوق طبعا. وطبعا ما تنسوش كلامكم الجميل لينا، دعواتكم الجميلة لينا، وربنا يرزقكم كده يا رب كده كلكم، يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وكل يشفي كل مريض وكل حد يعني نفسه أمنيته تتحقق، في نفسه في حاجة ونفسه انها تتحقق، يا رب يحقق لك كل اللي انتوا بتتمنوه يا رب كده، وما تشوفوش اي حاجة وحشة في حياتكم يا رب خالص 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 خالص. طبعا بقى كده حبايب قلبي، خلاص بقى كده ايه، ما كانش معانا مواعين كتير زي ما قلت لكم، غسلتهم كده على السريع بقى. اموله الشطوره اللهلوبه بقى ما شاء الله علي، خلصت في ثانيه ما شاء الله. طبعا بقى كده حبايب قلبي، غسلت كده المواعين وخلاص بقى كده ايه، مسحت الحوض كويس بالمساحة دي، وغسلت الحوض كده تحت من غسلت مسحت الرخامة وغسلت الحوض. وطبعا جبت بقى كده السلكة اللي هي الاسبونشة بتاعة الحوض، وغسلت كده الحوض كويس بيها. وبس كده طبعا حبايب قلبي، واشوف الشوك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد، مع الف سلامة.